بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنتكلم على دواء أخير في الروشتة اللي كتبها القديس باسيليوس في طريقنا للسماء. بعد ما اتكلمنا على إن احنا نفتكر ربنا باصص علينا طول النهار وطول العمر، ولازم يكون غرضنا إرضاء الله مش الناس، وإن احنا نعتزل الأشرار اللي ممكن يأثروا فينا تأثير سلبي، وإن احنا ننقي قلوبنا ونفوسنا. نيجي للدواء الأخير وبيقول شركة حمل الصليب. يعني إيه شركة حمل الصليب؟ الحياة ممكن هيكون فيها ضيقات، والضيقات دي عاملة زي الفلتر بالظبط، بتفرق بين إنسان بيحب ربنا ومن أجل الله يحتمل الضيقة ويقبلها، وإنسان تاني لما تيجي الضيقة يرفص ويرفض ربنا ويتهم ربنا بعدم المحبة ويتذمر جدا على حياته. فهو بيقول يا ترى احنا من اي نوع؟ ما المسيح كان واضح، قال كده اللي عاوز يكون ليا تلميذ، وفي آية تانية اللي عاوز يمشي ورايا ويتبعني. حط شرط ان الانسان ينكر ذاته ويشيل صليبه كل يوم ويتبعه. المسيح ما خدعناش وما قالش ان الطريق سهل وكله ورد، قال فيه صليب لكن فيه قيامة، فيه عثرات وفي مطبات، بس في ايد اله حنين بتمد ايده وتطلعني من الحفرة اللي انا وقعت فيها. يبقى بواقعية الاول لابد ان نقبل فكرة الصليب، ان ممكن اظلم شوية عشان الله، ان ممكن اتعب علشان ربنا. يا ترى الى اي مدى انا همسك في ربنا؟ الى اي مدى هتعلق بالصليب واقول له يا رب نجيني؟ اللي بيحب المسيح بيقبل كل حاجة. أنا لا أدعي إن الصليب حاجة سهلة، ولا أدعي إن إحنا في قامة القديسين اللي ممكن تفرح بالتجربة والألم، لكن إحنا غلابة قوي، فبنقول له يا ربي يعني لا تدخلنا في تجربة، ولكن لو سمحت فلا تتخلى عنا، تعالى شيل صليبك معانا. ساعتها لما المسيح بيخش ويشيل الصليب معايا أحس باللي قاله إن النير هين والحمل خفيف. أرجوك لو أنت حاسس إن في صليب في حياتك، ارجع لأب اعترافك أو مرشدك الروحي أو إنسان تثق فيه، افتح قلبك واتكلم معاه. كلنا وقت الضيقة بنتهز وبنبقى محتاجين معونة، ده مش عيب ولا غلط. ربنا يديني ويديكم إن إحنا نقبل على الأقل فكريا ونغير قناعاتنا ونقبل فكرة الصليب في حياتنا. برضو بنقول لك يا رب احنا في منتهى الضعف ومش قد حمل الصليب، لكن لو سمحت تعالى شيله معانا. اقول لكم ايه؟ صباح الخير.